السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى هنعمل حاجة كده حلوة وجميلة ولذيذة من حاجة باظت مننا. انا كنت عملت كيكة وطلعت مش كويسة، يعني مكتومة كده وما كانتش حلوة، والولاد رفضوا ياكلوها، فانا هرميها. طبعا مش هنرميها، هنعيد تصنيعها من اول وجديد، وهنعملها بقى بطريقة تانية حلوة وجميلة ولذيذة جدا، تنفع كمان مع كوباية قهوة. تابعوني وخليكم معايا، متروحوش في اي حته عشان تعرفوا الطريقه كانت ازاي. بصوا بقى، انا حبيت افتكس كده واعمل شويه اختراعات واعمل كيكه كده الوانات وحاجات، عشان تعرفين بقى كل سنه وانتم طيبين. اخر السنه خلاص والسنه الجديده قربت، يا رب يجعلها سنه سعيده عليكم ان شاء الله. حبيت اعمل حاجات عشان عيد ميلاد ابني قرب، بس مع الاسف المكونات باظت مني، معرفش بقى كان الدقيق نوعه مش كويس ولا ايه، الله اعلم. المهم ان انا عملت حاجات وفشلت، يعني عادي تحصل معانا كتير، مفيش مشكله. طب هتترمى؟ لا طبعا مش هتترمى، ده فيها لبن وزبده وبيض وحاجات كتير ما تترميش. فهنعمل ايه؟ انا جبتها فرمتها زي ما انتم شايفين كده في الكبه، وهعيد تصنيعها من اول وجديد. هنخليها ناعمه كده وحلوه. الكميه عندي طلعت كتير، ما عملتهاش كلها طبعا، فرمتها كلها. شلت جزء في الفريزر نستخدمه مره تانية حاجات تانية، والجزء ده استخدمته بقى ايه، قلت اعمله لهم كده جاتوه بالشوكولاته او بول بالشوكولاته زي ما بيسموه كده، ايا كان يعني. انا فرمت الكميه كلها زي ما انتم شايفين، وهبتدي بقى ايه، اعملها بطريقه حلوه ولذيذه جدا. ولو لسه اول مره تشوفيني واول مره تشوفي قناتي، انا وفاء محمود، اتمنى تشتركي في القناه وتعملي لي لايك وشير، ولو عجبك الفيديو شيريه لزمايلك او اصحابك علشان يستفيدوا منه. خليكم معايا وخليكم مكملين معايا الفيديو عشان تعرفوا الافتكاسات اللي انا عملتها. بص بقى، انا فرمت هنا الكيك زي ما انتم شايفينه وخليته ناعم جدا، وشلت جزء في الفريزر لمره تانية، والجزء اللي انا هعمله ده حطيت عليه مربى مشمش. طبعا مربى المشمش دي اختياريه، ممكن تحطي لبن مكثف، ممكن تحطي شويه زبده، يعني تسيحي زبده وتحطيها عليها، ممكن مربى فراوله، اي حاجه. المهم حاجه تخلي الكيك يمسك في بعضه ويبقى شبه العجينه. تمام. انا زي ما انتم شايفين كده حطيت مربى المشمش، وبدات ان انا ادعكها ببعض لحد ما هتتكون معايا كده عجينه متماسكه، اقدر اشكلها زي ما انا عايزه. تمام. بصوا بقى كانت عامله ازاي بعد ما قعدت دعكتها، بقت حلوه جدا. انا قسمتها جزئين، جزء كده عملته كور زي ما انتم هتشوفوها دلوقتي، هكورها كده كور صغيره، والجزء التاني هلفها دايره اسطوانيه كده، اسطوانه طويله، وهقطعها زي السويسرول. وهنكونوا بقى ايه، جايبين شوكولاته، اي نوع شوكولاته تفضلوه، شيبسي، شوكولاته مكعبات، اي نوع تفضلوه، وتسيحوه، تعملوا له حمام ميه ايه، وتسيحوه على النار علشان خاطر نبتدي نشكل فيه. انا الجزء التاني ده عملته زي ما انتم شايفين. طبعا انا بعد ما هكورها وهعملها الاسطوانه الطويله ديت، هحطهم في التلاجة، بس ايه، ان هي تمسك نفسها شويه على ما هسيح الشوكولاته بتاعتي. انا هنا سيحت الشوكولاته بتاعتي. بقى عايزه اقول لكم وانا بسيحها لازم تبقوا واخدين بالكم جدا، تحطوا البول اللي فيها الشوكولاته في حاجه فيها حمام ميه، هنعمل نسيحها على بخار الميه، بس حاجه تكون واسعه شويه. تمام. انا لما عملتها كانت في حاجه ضيقه، وانا بقلب الشوكولاته جوه البوله الازاز على بخار الميه، دخل جواها شويه ميه من البخار اللي انا كنت بعمله، فبيخليها ايه، تمسك تخرز. طب انا يعني باظت مني؟ لا هي ما باظتش. لما جمدت مني كده زي ما انتم شايفين، حطيت عليها وش لبن اللي هو الكريمه، لقيتها تقيله شويه، رحت مزوداها شويه لبن كمان. ابصوا كده شويه لبن كمان، وتبتدي بقى تقلبيها بعد ما تسيح معاكي، هتبقى في منتهى الجمال. اوعوا تقولوا في حاجه باظت مننا او حاجه هتترمي، مفيش حاجه هتبوظ ولا هنرمي حاجه. الاسعار غاليه والدنيا غاليه. الحاجه اللي تبوظ مننا احنا نرجع نعيد تصنيعها من اول وجديد ونعملها حاجه تانية خالص. الكيكه اللي باظت مني دي وما كانتش عاجباهم لما اتعملت، لما عملتها بالطريقه دي، عايزه اقول لكم ما باتتش اصلا، ما شاء الله اتاكلت كلها وبقى فرحانين بيها جدا. كانت طعمها بصراحه خرافه. انا هنا خلاص سيحت الشوكولاته بتاعتي، نجيب ورق الزبده، وهطلع بقى البول من التلاجة، وهبتدي زي ما انتم شايفين بقى ايه، هغطسه كده في الشوكولاته وهحطه على ورقه الزبده. احنا الجو ساقع معانا، مش هتاخد ثواني وهتلاقي الشوكولاته راحت ناشفه على البوله بتاعتنا، وبقت ماسكه نفسها وفي منتهى الجمال. حابه بقى تستكفي عليها، استكفيت بصراحه عليها لحد كده، يا دوب غطستها في الشوكولاته وخلاص.
لكن لو حضرتك حابه بقى تزينيه باي حاجه تانية، لو عندك شويه فستق، اي نوع مكسرات تحطيه عليه، شوكولاته بيضه وتزوقيها، جوز الهند، اي حاجه اي حاجه حضرتك حابه تعمليها هتعمليها. بصوا انا لما بدات اعملها كانت اول واحده عملتها كانت نشفت، وهنطلع بقى دي نقطعها كده طرنشات زي السويسرول، وهنبتدي نغطس جزء منها في الشوكولاته والجزء التاني هنخليه زي ما هو. والله بجد يا جماعه كانت تحفه وجميله جدا جدا جدا. وده كان النهارده الفيديو بتاعي، الوصفه اللي كانت باظت مني رجعتها لوصفه تانية خالص. اتمنى تعجبكم واتمنى تجربوها وتقولوا لي ان شاء الله تبقى حلوه معاكم. يعني بوظوا بقى كيك كتير كده وحاولوا عيدوا تصنيعه من اول وجديد، وان شاء الله يبقى حلو معاكم. اتمنى الفيديو يعجبكم والف هنا وشفا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.